هو عميد السياسة الخارجية والدبلوماسية وأقدم وزير خارجية في العالم. إنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، الذي ترجل من منصبه كوزير خارجية المملكة العربية السعودية بقبول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إعفائه من منصبه لظروفه الصحية. ونظرا للخبرة والمكانة التي يحظى بها الأمير سعود الفيصل، أصدر الملك سلمان أمرا آخر بتعيينه وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء ومستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين ومشرفا على الشؤون الخارجية. ولد الأمير سعود الفيصل في مدينة الطائف في 2 يناير لعام 1940، وهو الابن الرابع للملك فيصل بن عبد العزيز الملك الثالث للمملكة العربية السعودية. نشأ وتربى في مدرسة الفيصل الأب والملك، التي نهل منها أدب الفرسان والثقافة الواسعة والإدارة المحنكة والدبلوماسية الرفيعة. حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الولايات المتحدة عام 1964، وعاد إلى البلاد ليلتحق بوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث عمل مستشارا اقتصاديا لها وعضوا في لجنة التنسيق العليا بالوزارة، ثم انتقل إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن بترومين، وأصبح مسؤولا عن مكتب العلاقات البترولية الذي يشرف على تنسيق العلاقة بين الوزارة والمؤسسة. ثم عين نائبا لمحافظ بترومين لشؤون التخطيط في عام 1970 ولمدة 5 أعوام. في أكتوبر عام 1975 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيرا للخارجية في التشكيل الوزاري الجديد بعد شغور المنصب بوفاة والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان وزيرا للخارجية وهو ملك على البلاد. وكان ذلك في مرحلة مرت فيها المنطقة العربية والعالم بأزمات عدة قاد فيها الفيصل دبلوماسية بلاده بحنكة شديدة، جعل الكثيرين يلقبونه بأمير الدبلوماسية.